في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مولانا بعنوان الصفقة. الحلقة اللي حولت جابر لولي في عيون الضيعة، وشهلة فجرت قنبلة بيع القصر، والصراع على الأرض صار حرب مفتوحة بينهما. أولاً، جابر يصير ولي، المعجزة اللي غيرت كل شيء. تبدأ الحلقة والقرية كلها تتكلم عن معجزة جابر. طفل مريض كان ميت لمسه جابر وشفي فجأة أمام العيان. الناس يبدأون يسمونه الولي العادل، يتجمعون حواليه بالمسجد. الشيخة فاطمة تقول: المولى رجع فيك، أنت خلاص جزء منا. جابر يحس بالقوة، يبدأ يستغل الوضع، يعطي نصائح للناس ويحل خلافات صغيرة، بس داخلياً خايف من شهلة اللي ممكن تفضحه في أي لحظة. ثانياً، مفاجأة شهلة، بيع قصر العادل. شهلة نور علي تدخل المشهد بقوة، تجتمع مع تاجر أراضي أبو راغب سراً، تعلن نيتها تبيع قصر العادل، يعني بيت سليم، عشان تدفع ديون زوجها. التاجر يعرض 5 ملايين ليرة، صفقة كبيرة للقرية الفقيرة. الناس تصدم، القصر رمز العادل، آخر بقايا عيلة المولى. يبدأون يشتكوا لجابر: ما تخلي يبيعوا بيتنا المقدس. جابر يدخل على شهلة غاضب، يقولها: القصر مو ملكك، هو رمز القرية كلها. شهلة ترد: أنت كذاب، القصر ملكي أنا الشقيقة الحقيقية. يحاولوا يتفاوضوا، لكن كل واحد مصر على رأيه. جابر يستخدم قدسيته، يروح يجتمع مع أهل القرية، يقنعهم إن بيع القصر خيانة للمولى. الناس تثور، تمنع التاجر يدخل القصر. نهاية الحلقة إعلان جابر النهائي. أمام القرية كلها جابر يقف على الشرفة، يعلن بصوت عالي: القصر ما رح يتباع، هو ملك الجميع. الناس تصفق وتهتف: الولي العادل، الولي العادل. شهلة واقفة بعيد تشوف، غضبها يزيد، عارفة إنه بيسيطر على القرية. تنتهي الحلقة وشهلة بتفكر: الكذاب صار ولي، بس الحقيقة رح تطلع. جابر يطل على القرية فرحان، لكن عيونه خايفة منها. لو حسيت الملخص رجع لك الحلقة الرابعة، لايك واشتراك للحلقة 5 غداً.